عزيزي العميل، لو تاجر قالك السعر 1000 جنيه بس بالفيزا 1050، استنى كده، انت بيتنصب عليك. أنا محمد ودي دقيقة بنكية، في دقيقة واحدة هتعرف حقك. واحد دخل يشتري حاجة من الماركت، قال للكاشير الحساب كام؟ قال له 1000 جنيه. طلع الكارت وقال له اتفضل. الكاشير بص له وقال له هتدفع بالفيزا؟ فالعميل قال له أيوه. قال له يبقى الحساب 1050. كده اعرف ان التاجر بيستغفلك. بص يا عزيزي، التاجر هو اللي متعاقد مع البنك او مزود الخدمة علشان يقبل الدفع بالبطاقة او الكارت بتاعك. ولو في تكلفة الخدمة دي، مش معنى كده انه يضيفها عليك فوق سعر المنتج او الفاتورة بتاعتك لمجرد انك دفعت بالفيزا. يعني لو المنتج اللي حضرتك هتشتريه سعر المعلن 1000 جنيه والتاجر قالك لو هتدفع بالفيزا يبقى 1050، فخلي بالك، تحميل العميل مبلغ إضافي بسبب استخدام البطاقة أو الكارت مخالف لقواعد شركة فيزا. وعشان كده ما تدفعش زيادة وخلاص وتقول معلش أصلها فيزا. اسأل عن السعر النهائي وخد إيصال العملية والفاتورة. ولو السعر في الإيصال مختلف عن اللي في الفاتورة، قدم شكوى فورا علشان تحفظ حقك. اعمل مشاركة الفيديو لأي حد التاجر بيقوله بالفيزا السعر بيزيد يا باشا.